لاستمرار غياب الشناوي. طارق حامد واحده حلوه بالمقاس انجليزي عند حازم امام. حازم امام يا ولد بكعبه، لو طلع عمر وقفت تحت رجل عمر، واصله الباك الشمال باسم. بعد المناوشات كده سمير عثمان صفر، اتلعبت على طول في الجول، لكن برافو ابو جبل، حلوه والله، اتعملت على طول فيها تريك كده على اساس لا والله ده الباك ليفت باسم عبد العزيز، على اعتبار انه يشوط مباشره في الجول. كله هنا يقول انه هيرفع فيحاول يخدع. النهارده ما شاء الله كلها لعيبه دوليين، كلها لعيبه كبار بلا استثناء. تاني تتلعب ابراهيم صلاح حلوه، هنقول على طول حاول يعدي. الزمالك في 2011 2012 كلنا نذكر 4-3 و1-0 لما فازوا هم على نادي الزمالك، كانوا سبب مباشر في ابتعاد الدرع عن 100 عقبه. جون عمر النجدي في استاد القاهره، مباراه شهيره. علي جبري حاول يضغط وضغط على باسم وطولت وخرجت بره الى خارج الملعب لتماس. محطه مهمه باسم عبد العزيز، وواضح ان ايهاب جلال محركه بيشغله على الخط باستمرار في دور الانطلاقات ودور المعاونه الهجوميه، انه بيقرب ويوصل ويعمل الكره العرضيه. تاني تتلعب لكن ترجع لعلي جبر، برضو طويله تاني اماميه باسم من اعلى نقطه علي، مش عايزين يدوا له فرصه. احمد سامي حازم يلف ويجي لها تاني، لكن برافو باسم عبد العزيز والله من لمساته كده كورته حلوه. برضو غايب القائد ايمن عبد العزيز. صلاح اللعب لسه تقليدي زي ما بقول، مفيش حاجه خطيره، قصيره الكره لكن حازم يحاول يلعبها. خطفت باسم عبد العزيز، باسم وعرقله طارق حامد، وخطا بضربه حره لصالح المقص حازم امام. اهي العرقله والاعاقه واضحه جدا في دماغ ايمن حفني، والمره دي المره الثالثه من نفس المكان. باسم لكن ابو جبل يبقى في شكل وخطوره لهجوم نادي الزمالك. شفنا الكره اللي انطلق فيها حازم، قبلها كره مؤمن زكريا اللي راح على مصطفى كمال سعيد. باسم عبد العزيز لجوه، حلوه في المساحه نص الملعب، تفوق زملكاوي الدقايق اللي فاتت. طارق حامد على الارض، قصيره يا طارق، يخطف باسم عبد العزيز، هتبقى مرتده سريعه. باسم دخل في الزحمه، يسند على الروعه، اتعملت على طول لباسم. يا سلام يا باسم عبد العزيز، ده باسم وده